بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. ننتقل إلى الخندق، إلى أيام عصيبة، إلى جو بارد، إلى ظلمة شديدة، إلى إعياء، إلى جوع، إلى تعب، ولكن خدمة الدين. يقول البراء بن عازب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته، كما في صحيح البخاري. قلنا أي عجيبة جدا، خندق 5000 ذراع، عرض 9 أذرع، عمقه لا يقل عن 7 أذرع، مع أدوات بدائية، مع وسائل المستخدمة في الحفر بدائية جدا، فقد تم إنجازه في سرعة مذهلة. رجال لم تتجاوز 6 أيام، ولم تستطع خيل المشركين اقتحامه. أقاموا قريبا من شهر، لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار، ثم أنزل الله تبارك وتعالى نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده، فهبت ريح شديدة على المشركين فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وزلزلت نفوسهم وأوقعت الرعب في قلوبهم، وردهم الله بغيظهم وحرم عليهم أن يغزوا المؤمنين بعدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. صحيح البخاري. أقام النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى، ركز، بدأنا نقسم العمل، جعل كل قبيلة كل مجموعة لمكان، وجعل لنفسه نوبة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر مربوط عليه حجر من شدة الجوع. يقول: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول، كلام براء، فضرب في الكدية فعاد كثيبا، يعني رمل أهيل يسيل ولا يتماسك. يقول جابر: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى البيت، فذهب وقال لامرأته: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم جوعا شديدا. رأيت، خلي بالك، انتبه للجزئية دي، لا سمعت، يعني لم يشتكي، رأى من حاله الجوع الشديد. فهل عندك شيء؟ قالت: عندي شعير وعنزة صغيرة، يعني حاجة بسيطة خالص كده، تكفي 2 3 على الأكثر. فذبحت العنز وطحنت الشعير. يقول: وجعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد اختمر والبرمة كادت أن تنضج على النيران، فساررته في السر كده بيني وبينه، أي كلمته سرا، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة داجن وطحنا صاعا من شعير، فقم أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أو رجلان. خلي بالك، يقول: وكنت أريد أن ينصرف معي وحده لقلة الطعام، ولكنني لما أخبرته بما أعددنا منه قال: طعامك كثير طيب. ثم قال: قل لامرأتك لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابر صنع طعاما فحي هلا. الله، أسرعوا. فقام المهاجرون وقام الأنصار، فلما دخل جابر على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معه. شفت بقى المرأة العاقلة المؤمنة المتدينة تقول: فهل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، نحن أخبرناه بما عندنا. ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها رضي الله عنها. سهيلة بنت معوذ الأنصاري، ما مش أي واحدة يعني. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، فأخرجت المرأة له عجينا فنفث فيه وبارك فيه ودعا بالبركة،
ثم قال لجابر ادعو خابزة فلتخبز مع زوجتك، ثم قال لها اغرفي من برمتكم ولا تنزلوها، وكان القوم الذين معه 1000 أو أكثر، فأقعدهم 10 يأكلون، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه ومالوا عن الطعام، وإن برمتنا لتغلي وتفور كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هي، حتى شبعوا وبقيت بقية صلى الله عليه وسلم. قال كلي وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة، فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك صلى الله عليه وسلم. بركة رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها بركة، أكل الجميع أكل لا يكفي 1 أو 2 أو 3 على الأكثر، أكل 1000 أو 1400 من هذا الطعام المبارك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه ونفسه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تشدو الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية، والأمل المشرق يتبعنا.